عباد الله، يظن كثير من الناس أن من وسع عليه في المال وكثر الرزق في يده أن هذا إكرام من الله له، ويظنون في الوقت نفسه أن من ضيق عليه في المال وقتر عليه فيه أن هذا من إهانة الله له. هذا ظن سائد عند عدد ليس بالقليل من الناس. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هكذا يقولون وهكذا يظنون. قال الله: كلا، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، بل إن من وسع الله عليه في المال أو ضيق عليه في المال كل منهما مبتلى. هذا مبتلى بغناه وهذا مبتلى بفقره، والحياة الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان. فالغنى فتنة والفقر فتنة، ولهذا جاء في السنة الصحيحة التعوذ منهما. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. فهذه فتنة وهذه فتنة، والمؤمن الموفق ناجح في كلا الامتحانين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن فائز في سرائه بثواب الشاكرين وفي ضرائه بثواب الصابرين. وهنا عباد الله يأتي يقين العبد بأن الأمر كله بيد الله، وأن الرزاق جل في علاه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فربنا جل في علاه هو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، الذي بيده الأمر لا شريك له. إن من يتوكل على الله حقا يفتح الله له من أبواب الرزق والتيسير والتوفيق، من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا الباب العظيم حتى الإسلام على العمل ورغب فيه وحض عليه. يقول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا ينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطا بعيدا عن التواني والعجز والكسل، حتى وإن لم يكن عنده شيء يتحرك به من المال، فإن القليل مع الهمة وحسن التوكل يكون كثيرا. وتأملوا في هذه القصة العجيبة، يرويها أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفي بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس أي كساء نبسط بعضه ونلبس بعضه، وقدح نشرب فيه الماء.
فقال له عليه الصلاة والسلام ائتني بهما، فأتى بهما فقال عليه الصلاة والسلام من يشتريهما؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد؟ وأعادها مرتين أو ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فقال رجل أنا أشتريهما بدرهمين. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الدرهمين وأعطاهما للرجل وقال اشتري بأحدهما طعاما لأهلك وبالآخر قدوما وأتني به. فجاء الرجل بالقدوم فغرس فيه صلى الله عليه وسلم خشبة بيده وقال اذهب واحتطب ولا أراك 15 يوما. فجاء الرجل بعد هذه المهلة والمدة ومعه 10 دراهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اشتري ببعضها طعاما لأهلك وببعضها ثوبا لك، أي أن هذا هو الطريق، فإنه خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة خدش في وجهك. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع. وبين في حديث آخر أن المسألة لا تحل للرجل القوي، حيث أتاه رجلان مرة من الأنصار يسألانه من الصدقة فرفع بصره إليهما فإذا هما جلدين أي قويين. قال إن شئتما أعطيتكما، فإنها لا تحل لغني ولا لقوي قادر، أي أن يكتسب ببدنه. ولهذا جاء الإسلام بالحث على العمل والبعد عن التقاعس والكسل مع الثقة بالله وحسن الالتجاء إليه جل في علاه. وأرشد الإسلام أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آتاه الله جل وعلا عبده، وعدم التطلع إلى ما في أيدي من كانوا أكثر منهم مالا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء أيضا في الإسلام التعوذ بالله من الفقر، فإنه لا يعيذ منه إلا الله، حيث صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وكان يقول إذا أصبح 3 وإذا أمسى 3 اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. أسأل الله جل في علاه وأن يصلح لنا شأننا كله لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، أن يوفقنا أجمعين وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.